السلام عليكم. بص معايا كده، الناس اللي بتشتكي ان ما بلاقيش فني لصيانه السخان، هوريكم حاجه، اقلب لكم الكاميرا وهوريكم انا السخان ده عايز ايه وبالظبط. السخان ده كان الزبون مشغله عنده في البدروم، ما كانش فيه غاز طبيعي، كان مشغله على الانبوبه. فدلوقتي الفوني اللي قدام حضراتكم ده اهي، لان غاز الانبوبه بيشتغل على الفوني الضيق. الفوني ده شايف اللي انا بشاور عليها ده، شايف اللي انا بحط عليها المفك دي الفونيات دي. هما ستة أربعة باينين اهمت، اتنين واتنين، وفي اتنين تحت. دول عايزين يتغيروا، نركب لهم فوني من ده، فوني اوسع شويه. شايف طقم الفوني اهو، هنركب له الفوني اوسع شويه. هيجي لي واحد يقول لي طب انا اغيره ازاي وانا ما بعرفش افك حاجه في السخان؟ اقول لك يا فندم، مش هتفك غير اربع مسامير. شايف المسمار ده اهو، المسمار ده هتفكه الفوقاني ده اللي انا عليه ده، اللي انا مهويه شويه ده عشان يبان معاك. في واحد من تحت، المفك هيخش من الخرم اللي من تحت ده. شايف الخرم ده؟ هيخش يجيب التاني من تحت، يبقى انا فكيت اللي من فوق واللي من تحت. وكده كده المفك بتاعك مغناطيس ب 50 جنيه، بيبقى متمغمط زي اللي في ايدي ده كده، زي اللي في ايدي ده. دقات ممغمط، يعني مجرد ما يحل المسمار بيسحبه معاه، اجي اركبه بيركب مع المسمار من غير ما ايه، ما يقع مني في السكه. طيب، يبقى انا هفك المسمار ده زي ما قلت لك، والمسمار اللي تحت منه، وافك المسمارين الصغيرين اللي فوق دي، الاسمر ده والاسمر ده. اقوم ساحب الجزء ده لوحده زي ما هوريك كده. تمام، زي ما وريت حضرتك اهوت، شلت الجزء اهو، بيبقى راكب بالوضع ده. ده اللي فيه ست فونيات، ست فونيات بانين قدامك اهو. ما ما بعدوش الغاز خالص، ضيقين جدا. اللي هو بيشتغل، هو شغال على فكره، انا جربته عندي شغال طلقه على غاز الانبوبه، انما هو هيتحول لغاز طبيعي. فهو لازم يغير الفوني الواسعه ده. الفوني الواسعه اللي معايا اهي، طقم الفوني اهوت، هيغير ست، هيغير الفونيا الواسعه دي. شوف الفونيا واسعه اهي. شوف حتى انت تلاحظ ان الفونيا مهربه الضوء نفسه اهو، مهربه الضوء نفسه اهو. يبقى احنا شوف كل اللي احنا عملناه، فكينا الاربع مسامير دول. المسمارين الكبار ده همت، معلش اللي انا اللي بصور نفسي، المسمارين الكبار دول اللي هم رابطين في هنا وهنا. تمام. والمسمارين الصغيرين ده هم اللي هم رابطين في الساقه من فوق هنا، في المنطقه دي، اللي هي المنطقه دي والمنطقه دي. وسحبنا المجموعه، ما فكتش السخان. في ناس بتطلع الجثه كلها وتفك المسامير اللي هنا والمسامير اللي هنا، والكعبله دي اللي ما بيفهمش بيتعب نفسه، انما الفاهم بيريح نفسه. انا هغير الست فونيات وهوري لحضرتك. طبعا الناس بتقول لي هغيرها بايه؟ هو مفتاح ستة بلدي زي ده اهو، معايا مفتاح ستة بلدي زي ده، ده اللي بغير بيه عندي ستة اهي، ده ستة وسبعة. يغير بالستة البلدي، يغير بالبنسة. افكها بالبنسة عادي، البنسة بتاعت الكهرباء، امسك بالبوز وافكها زي ما هوريكم بالظبط. يعني زي ما انت شايف حضرتك اهو، ادي الفونيا بفكها عادي اهوت. هي جامده شويه معلش، عشان بيبقوا حاطين لها ماده. فكت معايا اهو. طيب، مش راضي لو ما فكتش معايا بديت، ولا المفتاح فوت منها، بتقوم تعمل ايه بقى بعديها؟ معاك طريقه تانية، وليكن اهي، شايف دي طلعت اهي، معاك البنسه العاديه دي. تمام، اهي البنسه العاديه برضو بتطلع، عشان لو ما معكش مفك يبقى مش دي اخر النهايه ولا ده المطاف. لا لا لا، حلناها برضه. هحل انا التلاتة واغير الجداد زي اللي انا مجمعها معايا دي كده. تمام. طب برضه عشان برضه واحد يجي يسألني يقول لي طب انا يا عم وليد فكيت ومش لاقي الجديدة دي، وعايز اوسع القديمة دي، اوسعها ازاي؟ بتجيب مسمار بورمة زي ده وتيجي في البوز وتنك تبرد فيه شمال ويمين كده. لما الفتحة معاك توسع شوية تبقى قد الاولانية مرتين اتنين، تفضل تبرد تبرد. هياخد معاك وقت بقى، ما انت معاكش فوني وفي الليل ولا ما انتش لاقي الفوني وكده، يبقى نقف. لا 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 لا، تشتغل معايا عادي. بقوم جاي اعملها كده، بتاخدش معايا نص دقيقه. الست فونيات هياخدوا مني 5 دقايق ولا حاجه، مش مشكله. وبرضه اركب الفونيه القديمه تاني بعد ما اوسعها. طبعا انا هربط بقى الفونيا مثلا اهو، ما عنديش الماده اللي بتتحط على السن بتاع الفونيا دي، اللي زي بتوع اللي بتبقى مع بتوع الغاز. بجيب عادي التفلون اهوت، التفلون انصره حتتين كده اهو،